اسمع، هذا إماراتي، هذا إماراتي وكيف يتكلم عن الكعبة. اسمعوا. ما تبي تقولون لنا ميت، قص امك وقص ام السعوديه فوقك وقص بكعبه ما دامها في السعوديه، شو تبغى بعد؟ هنا وما تبي تقولون لنا ميت، قص امك وقص ام السعوديه فوقك وقص بكعبه ما دامها في السعوديه، شو تبغى بعد؟ الآن هذا ابن الحرام في بث إماراتي، أنا سامعه، أنا موجود، لعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولعن السلف ولعن الكعبة في بث إماراتي. وهذول الإماراتيين اللي موجودين معروفين بالاسم ومسؤولين في الدولة، وشتمت الكعبة وشتم محمد بن عبد الوهاب وشتم السلف الصالح في بث إماراتي، يدعون أنهم مسلمين. هل أنتم مسلمين تسب الكعبة، تسب الكعبة في بثكم يا إماراتيين وتسكتون؟ ولا كلب، كلب واحد ما فتح المايك عشان يرد، كلب من كلاب الإمارات. منكم ضباط ومنكم مسؤولين في الدولة، في نفس البث تشتم الكعبة ويشتم السلف الصالح والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وانتم قادة في الإمارات بالاسم معروفين من اللجنة حقت خلفان. يا عيال الكلب، ما فيكم واحد غار على الإسلام والمسلمين، ولا واحد غار على بيت الله ورد عليه بكلمة قال لا لا ما نسمح لك. لكنكم كلكم عيال حرام اللي كنتم موجودين في البث، عيال حرام، والبنات بنات حرام. ولو تكلمنا عنكم بهالطريقة وأكثر ودعسناكم بالعنة، قسما بالله العظيم إننا مقصرين فيكم، اللي جاي من إيران واللي جاي من غيرها. وأنتم يا مواطنين يا اللي مسؤولين يا الضباط اللي كنتم موجودين في البث، ضباط في دولة الإمارات العربية المتحدة موجودين في البث وتشتم الكعبة ويشتمون أهل السلف الصالح، وأنتم مثل البساس ساكتين. إيش ماسك عليكم اللي سب؟ ماسككم صور ولا جايب لكم بنات؟ إيش ماسك عليكم القواد هذا ابن القواد؟ ماسك عليكم صور، ها؟ جايب لكم بنات في سهرة ومصورينكم البنات، وأنتم مسؤولين في الدولة ضباط. لأن اللي تجرأ وسب الكعبة وأنتم شخصيات معروفة بالاسم، ترى احنا نعرفكم، ما احنا جهلة. شتمت الكعبة والسلف الصالح والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنتم جالسين في البث. ما فيكم كلب، الكلب أشرف منكم، ما فيكم فار فك المايك وقال لا لا وقف هنا وقف. احنا ممكن نخالف السعودية ونعادي السعودية، ولكن ما نوصل للدين. طلعتوا يا الحرام، خليتوا شرفكم أهم من الدين، خليتوا يسب الكعبة عشان ما تنفضحون لأنكم مصورين مع البنات اللي مرسلهم عليكم ومصوركم فيديو. يا عيال الكلب، ما فيكم رجال كان يستحق الرتبة اللي على كتفه وفتح المايك قال لا لا، أقل شيء نزلوه بالغلط كأنكم ما تقصدون. ما فيكم تجرأ واحد. لكن وين تروحون؟ إذا محمد تقي الإعلامي الإماراتي اللي يظهر في التلفزيون ويقول الأخبار يتهم أن بن طحنون، الشيخ بن طحنون آل الهيان طحنون آل الهيان أنه ذباب إلكتروني. ما فيكم رجال واحد، أصلا ما أنتم رجال، قسما بالله رجال قليلة فيكم. طبعا الإسلام تبرأ منكم بعد لعن الكعبة وأنتم ساكتين.